انتهت الجولة 34 من الدوري الأسباني بفوز برشلونة على اوساسونا 2-1 خارج الديار، هدفين عن طريق ليفاندوفسكي وهدف فران توريس في الدقيقة 81 والدقيقة 86. فوز مهم لبرشلونة في غياب رافينيا أو لامين يامال. برشلونة تحقق فوز ويتعزز الصدارة والفارق بقى 11 بعد فوز ريال مدريد على اسبانيول خارج الديار برضو 2-0 عن طريق فينيسيوس، هدفين ولا أروع خصوصا الهدف الثاني. وبرشلونة هتلاعب ريال مدريد في الجولة ال 35 كلاسيكو الأرض، كلاسيكو العالم. هيبقى في الجولة ال 35 جولة قادمة الأحد الساعة 10 مساء 10 مساء. كلاسيكو الماتش ده هيحدد يعني إيه، خلاص يعني لو برشلونة فازت الدوري هيبقى اتحسم خلاص رسميا. فمستنيين بقى إيه، خلاص نشوفوا إيه اللي هيحصل في الجولة القادمة. وبرشلونة برضه بتقترب يعني فرق 11 نقطة، يعني كده كده الدوري نسبة 99% في برشلونة خلاص، يعني 99% و9 من 10. كان عندنا كمان في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي خسارة ليفربول مانشستر يونايتد في ماتش غريب. الفرقتين بيضيعوا أهداف، في مشاكل دفاعية، في عشوائية في الفرقتين. مانشستر يونايتد قدر يفوز 3-2 على ليفربول. ليفربول بيبعد كده، ممكن يبعد عن المركز الرابع مهدد، لأن أستون فيلا معاها نفس عدد النقاط ولسه ما لعبتش الماتش المتبقي لها، فيعني ممكن تفقد المركز الرابع وما تأهلش دوري أبطال أوروبا. وليفربول الجولة القادمة الجولة 36 هيلاعب تشيلسي، ماتش صعب جدا بعد ما خسر من يونايتد. فيعني ماتشات مهمة لليفربول في غياب محمد صلاح للإصابة، واللي خلاص هيودع ليفربول آخر موسم ليه السنة دي مع نادي ليفربول. والعروض بتقدم له، عنده عروض كتيرة خصوصا من تركيا، فهنشوف محمد صلاح هيروح فين. وكان عندنا كمان ماتش أرسنال فوز 3-0 على فولهام في انتظار مانشستر سيتي اللي ليه ماتشين مؤجلين. لسه هيلعب نفس الجولة، هيلاعب ايفرتون، ماتش صعب ولسه فاضل له ماتش مؤجل. فلو فاز الماتشين بتوعه هيتعادل مع الأرسنال ويتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة. فلسه منتظرين نشوف اللي هيحصل في الدوري الإنجليزي في ختام الدوريات الخمسة الكبرى، الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني اللي عندنا الكلاسيكو الجولة القادمة. وعندنا كمان ماتشات الثلاث والاربع دوري ابطال اوروبا عوده نصف النهائي، ده اتلتيكو مدريد وارسنال. وعندنا بايرن ميونخ اللي هي كان ماتش عالمي، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. ماتش الذهاب كان خلص 5-4، ماتش قمه في المتعه وقمه في الاهداف، وماتش كان فيه نديه بيفكرنا بماتش كاس العالم للانديه اللي كان مقام في امريكا في الصيف اللي فات. فكان يعني ماتش مهم. هنشوف بقى العودة في ميونخ في أليانز أرينا، إيه اللي هيحصل قمة دوري أبطال أوروبا. وأعتقد اللي هيكسب زي ما قلت، اللي هيكسب الماتش ده هو اللي هيكسب دوري أبطال أوروبا السنة دي. في انتظار كل جديد، فانتظروا.